اهلا بيك يا ابو الجدعان. فيلم النهارده بيحكي عن شاب اكتشف ان عنده قوة خارقة بتنقله اي مكان يختاره في ثانية واحدة، فقرر يسرق اثار الاهرامات وملايين الدولارات من اغنى البنوك في العالم عشان يبقى ملياردير. الفيلم بيبدأ مع الشاب ديفيد وهو واقف فوق تمثال ابو الهول المصري بيستمتع بالشمس الجميلة. بعد كده بدأ يحكي حكايته. ديفيد كان مجرد شاب امريكي عادي في مدرسة ثانوية، لكنه معجب بزميلته ميلي. عشان كده اول ما المدرسة انتهت قدم لها تمثال على شكل برج ايفل لانها بتحب باريس، فميلي حست بسعادة كبيرة وشكرته على هديته. لكن فجأة مارك المتنمر ظهر وخطف تمثال برج ايفل، فديفيد حاول يرجعه بس بدون فايدة لان مارك الندل رماه وسط التلج. طبعا ديفيد اتعصب بشدة وقرر يرجع التمثال من جديد، مع ان ميلي قالت له ما يمشيش وسط التلج لان في تحته مية وممكن يغرق، بس ديفيد رفض يسمع كلامها. واول ما وصل لتمثال برج ايفل اخيرا وكان راجع بيه لميلي، التلج اتكسر من تحت رجله ووقع في المية الباردة، فميلي اترعبت بشدة وفضلت تعيط. اما ديفيد قرب يغرق وما كانش عارف يخرج من تحت التلج، لكنه قبل ما يموت من الغرق فجأة لقى نفسه اتنقل لمكتبة المدرسة بدون ما يحس، وما كانش عارف هو لسه عايش ازاي. بعد كده انطلق للبيت، لكنه فضل يفكر طول اليوم هو ازاي اتنقل من تحت المية. واول ما ديفيد وصل بيته بنكتشف ان امه بعدت عنه بعد ما اتطلقت من ابوه وهو عنده 5 سنين. اما والده يبقى راجل سكير ودايما بيزعقله بدون سبب. عشان كده ديفيد دخل غرفته وقفل الباب على نفسه، بس اول ما والده حاول يكسر الباب ديفيد اتنقل مكتبة المدرسة للمرة التانية. واول ما حاول يخرج من المكتبة اتفاجئ ان بابها مقفول، ففكر بغرفته عشان يرجع ليها في اقل من ثانية. وهنا ديفيد اكتشف ان عنده قوة خارقة بتنقله اي مكان يفكر فيه بلمح البصر، وقرر انه ياخد كل ممتلكاته الخاصة ويترك بيت والده تماما بسبب اذيته ليه. اما ميلي كانت بتعيط في غرفتها لانها فاكرة ان ديفيد مات، لكنها سمعت صوت غريب في حديقة البيت، ولما خرجت شافت تمثال برج ايفل فعرفت ان ديفيد لسه حي. ومن اليوم ده ديفيد ترك المدينة تماما وسافر لولاية نيويورك الأمريكية عشان يأجر شقة صغيرة يعيش فيها لوحده. بعد كده بدأ يتدرب كل يوم لإتقان قوته الخارقة المتميزة وتحسن بشكل كبير، لكنه قبل ما ينام كان بيقرأ كتاب فيه صور أشهر الأماكن في نيويورك، وبالصدفة لما شاف صورة ناطحة سحاب شكلها عجبه اتنقل ليها بدون قصد، واكتشف إن قوته اتطورت لمستوى جديد بسبب التدريب. تاني يوم الصبح ديفيد جات له فكرة شريرة وراح بنك وسط المدينة. بعد كده طلب من أحد الحراس إنه يدخل دورة المية، لكنه في الحقيقة كان بيشوف خزنة الفلوس لأنه عايز يتنقل ليها عشان يسرقها. وبالفعل أول ما الليل دخل ديفيد جهز معداته واتنقل لدورة مية البنك. بعد كده دخل الخزنة بسهولة لأن مفيش أي حراس، وفضل يجمع كل الفلوس اللي قدامه لدرجة إنه وضع الفلوس داخل بطانيته من كترها لحد ما ملى غرفته بملايين الدولارات. تاني يوم الصبح ضابط العمليات الخاصة رولان المعروف بانه اذكى ضابط بمدينة نيويورك حضر للتحقيق في سرقة البنك، وقال ان اللي سرق الفلوس اكيد عنده سر خطير لان مفيش اي ابواب اتكسرت. اما ديفيد بدأ يستمتع بالفلوس اللي سرقها، وبعد 8 سنين بنكتشف انه اصبح ملياردير غني عنده شقة كبيرة جدا في مبنى فاخر وسط مدينة نيويورك. بعد كده اخد بعض الفلوس مع شمسيته لانه استخدم قوته عشان يستمتع بامطار مدينة لندن، ده غير انه اتنقل لجزيرة فيجي الساحلية من اجل ركوب الامواج، وقعد يتغدى مع نفسه فوق راس تمثال ابو الهول تحت شمس مصر الحارقة. بعد كده بتنتقل بينا الاحداث لغابة الامازون وبنقابل الضابط رولان من جديد. رولان كان مكتف شاب مجهول باسلاك كهربية وقال انه هيقتله لان عنده القدرة انه يتنقل لاي مكان يفكر بيه زي ديفيد بالظبط. واول ما الليل دخل ديفيد رجع المبنى اللي ساكن فيه، لكنه لما دخل شقته اتفاجئ ان رولان مستنيه وقال انه بيدور عليه من 8 سنين بعد سرقته لبنك المدينة. طبعا ديفيد اتعجب وفضل يمثل انه شخص طبيعي ما عندهوش اي قوة خارقة، بس رولان كشف انه يعرف كل اسراره لانه بيراقبه من شهور طويلة. بعد كده اخرج عصا كهربية صعق ديفيد بيها، وهنا بنعرف ان الكهرباء بتعطل قوة الانتقال الخارقة الموجودة عند ديفيد لان عقله ما بيقدرش يفكر في المكان اللي عايز يوصل له بوضوح. فرولان استغل ضعفه وقرب انه يقبض عليه، بس ديفيد اظهر اخر جزء من قوته عشان ينتقل لخزنته واخد بعض الفلوس،
بعد كده رجع لغرفته الموجودة ببيته القديم، حتى أول ما والده سمع صوته جري عشان يكلم ابنه بسبب إنه وحشه، لكن ديفيد تجاهله وخرج من البيت في ثواني. أما رولان كان يعرف كل الأماكن اللي ديفيد بيتنقل ليها، وأمر أتباعه يدوروا عليه طول الليل والنهار. تاني يوم الصبح ديفيد راح لبيت صديقته ميلي وسأل والدتها عن مكانها، فوالدة ميلي قالت إنها شغالة في مطعم وسط المدينة. وبالصدفة لما ديفيد دخل المطعم قابل مارك اللي كان بيتنمر عليه في المدرسة، فحاول يتجاهله، لكن مارك فضل يضايقه طول الوقت لحد ما ميلي ظهرت بنفسها وقالت له يسيب ديفيد في حاله. طبعا ديفيد اتصدم أول ما شاف ميلي قدامه لأنه كان معجب بيها زمان، بس قبل ما يكلمها مارك الندل حاول يعكسها، فديفيد بدأ يتخانق معاه ومارك مسكه ضربه، لكن ديفيد ما استسلمش واستغل ان الناس مش واخدين بالهم عشان ينقل مارك الغرفة مظلمة رعبته بشدة. بعد كده رجع من جديد وقال لميلي ان مارك بطل خناق وروح البيت. اول ما ديفيد قعد يتكلم مع ميلي كذب عليها وقال انه شغال في بنك عشان كده بقى غني، ده غير انه طلب منها تسافر معاه لمدينة روما الايطالية، فميلي وافقت لان حلم حياتها تزور جميع مدن العالم. وبالفعل ديفيد اخدها لايطاليا بدون استخدام قوته الخارقة عشان ما تعرفش سره. في الوقت ده بنكتشف ان مارك المتنمر راح للبوليس وبلغهم ان في شاب اسمه ديفيد نقله لمكان غريب فجأة، فرولان انطلق عشان يكلمه ويعرف منه كل حاجة بالتفصيل لحد ما اكتشف ان ديفيد سافر ايطاليا مع ميلي وامر اتباعه يقبضوا عليه مهما كان الثمن. اما ديفيد راح عشان يفسح ميلي في حلبة قتالات المصارعين الرومانيين لانها واحدة من اكبر المعالم السياحية في ايطاليا، واول ما وصل اتفاجئ ان المكان مغلق للصيانة، ففتح احدى البيبان بدون ما الحراس ياخدوا بالهم واتسلل هو وميلي للداخل. طبعا ميلي فرحت بشدة لان ديفيد ادخلها حلبة قتالات المصارعين الرومانيين، لكنها ما كانتش تعرف انه بيستخدم قوته عشان يتنقل ورا البيبان لفتح اقفالهم. واول ما ديفيد شاف باب عملاق مغلق ساب ميلي لوحدها وانطلق عشان يفتحه من الاتجاه التاني، لكنه بالصدفة لمح شاب غريب ظهر بدون سابق انذار. الشاب ده كان اسمه جريفين، وكشف لديفيد ان هو كمان بيقدر يتنقل لاي مكان يفكر فيه. بعد كده اتخانق معاه وقال انه بسبب غبائه خلى البوليس يكتشفوا قوتهم الخارقة، لكنه قبل ما يكمل كلامه فجأة مجموعة من ضباط العمليات الخاصة التابعين لرولان حضروا وكان معاهم اسلحة كهربية عشان يعطلوا قدرات انتقال ديفيد وجريفين. في البداية الضباط هجموا بكل ما عندهم، لكن ديفيد وجريفين فضلوا يتنقلوا في كل حتة عشان يتفادوا ضرباتهم في أقل من ثانية لحد ما قدروا إنهم يهزموا جزء كبير من ضباط العمليات الخاصة. وبالصدفة وسط القتال ديفيد لمس جريفين فاتنقل معاه لمخبأه السري. طبعا جريفين اتعصب عليه وقال له يطلع من المخبأ لحد ما ديفيد رجع لميلي من جديد وقال إنهم لازم يخرجوا من المكان ده بأسرع وقت ممكن. بس للأسف البوليس الإيطالي حاصروا ديفيد من كل اتجاه وقبضوا عليه، فديفيد سابهم يعتقلوه لانه مش عايز يكشف قوته لاي حد، وقال لميلي ما تقلقش لانه هيخرج من السجن باقرب وقت ممكن. في البدايه البوليس سالوا ديفيد عن سبب الفوضى اللي حصلت في حلبة المصارعين الرومانيين، لكنه رفض يجاوبهم على اي حاجه. فرئيس مركز الشرطة قابله بنفسه وقال انه هيحبسه لحد ما يعرف الحقيقة كاملة. بعد كده سابه في المكتب عشان يجهز اوراق السجن، واول ما ديفيد بقى لوحده فجأة في سيدة مجهولة الهوية ظهرت وقالت ليه يهرب لان رولان ممكن يحضر في اي وقت. اما ديفيد اتخض بشدة وكشف ان السيدة دي هي والدته اللي سابته وهو عنده 5 سنين، لكنه ما قدرش يكلمها لانها اختفت بثواني، فاخد ميلي معاه وخرج من مركز الشرطة بدون ما اي حد يلاحظه. بعد كده انطلق للمطار عشان يرجع امريكا، فميلي قالت له انها حاسه انه بيكذب عليها، بس ديفيد اعتذر لها وطلب منها ترجع امريكا لوحدها لانه ممكن يعرض حياتها للخطر. بالليل رولان راح لبيت ديفيد القديم وطلب انه يتكلم مع والده على انفراد. بعد كده سأله عن اخر مرة شاف فيها ديفيد، فوالد ديفيد قال انه شافه اخر مرة من 8 سنين، وكشف لرولان ان زوجته اتطلقت واختفت لما ديفيد كان صغير بدون اي سبب معلوم. اما ديفيد راح يقابل جريفين في مخبأه وقال انهم لازم يتحدوا مع بعض عشان يهزموا رولان لانه بيصطاد كل الشباب اللي عندهم قدرة الانتقال الخارقة. فجريفين رفض لان لو رولان عرف هويته
قوته ممكن يقتل عائلته. واول ما ديفيد رجع بيته عشان يطمن على والده، اكتشف ان رولاند ضربه بشده لحد ما افقده الوعي، فاستخدم قوته الخارقه عشان ينقله المستشفى. بعد كده رجع لجريفن وطلب مساعدته للمره الثانيه، بس جريفن رفض وحاول انه ينتقل لمكان بعيد عشان يتفادى ديفيد. فديفيد انطلق وراه لحد ما الاتنين وصلوا الصين. بعد كده جريفن رجع اليابان، اما ديفيد فضل يطارده طول الوقت عشان يطلب مساعدته، لحد ما جريفن وافق انه يقف جنبه في الحرب ضد رولاند. ده غير انه اشترى عربيه مرسيدس، وكشف لديفيد انه لو ركز قوته هيقدر ينقل اي حاجه ضخمه بيلمسها معاه. ده غير انه فضل ينتقل بالعربيه وسط الزحمه بمهاره عاليه. واول ما النهار طلع، جريفن قال انه هيبدا البحث عن رولاند عشان يعرف خططه، اما ديفيد قرر يروح لمكان شغل ميلي عشان يتاكد انها بخير. لكنه اول ما وصل عرف من صديقه ميلي انها سابت الشغل. ده غير ان في ضابط اسمه رولاند كان بيسال عليها. فديفيد اترعب بشده وانطلق باقصى سرعته لبيت ميلي قبل ما رولاند يأذيها. بس اول ما اتنقل لغرفتها حس بالراحه اخيرا لانها كانت بامان. في البدايه ميلي اتخضت لان ديفيد دخل بيتها مع ان الابواب مقفوله، وطلبت منه يخرج باسرع وقت. بس ديفيد سمع صوت رولاند واتباعه خارج البيت، فحس بالقلق الشديد واضطر انه يكشف قوته الخارقه لميلي عشان يهرب بيها قبل ما رولاند يوصل لهم. طبعا ميلي اترعبت من ديفيد وقالت له يبعد عنها، لكنه نقلهم لمخبأ جريفن السري. واول ما جريفن شافه اتخانق معاه وقال له ان ميلي انسانه عاديه وممنوع انها تعرف اسرارهم. اما رولاند كشف ان معاه آلة غريبه بتتتبع اثار تنقلات ديفيد، وبعد دقايق من تشغيل الآلة رولاند قدر ينقل نفسه لمخبأ جريفن السري. في البداية رولاند هجم على ديفيد وقدر انه يمسكه باستخدام سلك كهربي عشان ما يقدرش يتنقل لأي مكان. ده غير انه اخرج سكينته وقرب يخلص عليه، بس من حسن الحظ جريفن احضر قاذف نار وانقذ ديفيد على اخر لحظة. بعد كده هرب من رولاند وانتقل لوسط المدينة. ده غير انه نقل اتوبيس ضخم جدا عشان يرميها على رولاند، بس رولاند تفاداها على اخر لحظة. اما ميلي فكت الاسلاك الكهربية المربوط بيها ديفيد، فاعتذر لها لانه كذب عليها. بس قبل ما يكمل كلامه فجأة رولاند خطفها عن طريق بوابة صنعها باستخدام الآلة الخاصة بيه. فديفيد قال لجريفن انهم لازم يتنقلوا ليها وينقذوها بأي تمن، بس جريفن رفض وكشف انه ربط قنبلة في جهاز رولاند بدون ما يحس عشان يدمره تماما. لكنه قبل ما يضغط على زرار التفجير ديفيد منعه لان ميلي هتموت هي كمان. وهنا ديفيد وجريفن فضلوا يتخانقوا على جهاز التفجير واتنقلوا في جميع انحاء العالم بلمح البصر، لدرجة انهم صعدوا لناطحة سحاب كانوا هيقعوا من فوقيها ووصلوا اعلى الاهرامات المصرية والقطب الشمالي. بس قبل ما ديفيد يرمي جهاز التفجير في المية، جريفن هاجمه بعربية ضخمة ونقله وسط حرب خطيرة قربت تقتله. لكن قبل ما ديفيد يخسر المعركة لمح برج كهربي عملاق، فنقل جريفن ليه بذكاء عشان يعطل قوته واخد جهاز التفجير. فجريفن قال له يسيب رولاند في حاله لانه ممكن يقتله، بس ديفيد تجاهل كلامه وانطلق عشان ينقذ ميلي من الخطر. اول ما ديفيد وصل للمكان اللي رولاند حاجز ميلي فيه حاول يحررها من الاسر، بس فجأة رولاند واتباعه كتفوه باسلاك كهربية. فديفيد حاول يتنقل لمكان تاني بس بدون فايدة، لكنه رفض الاستسلام واظهر قوته الكاملة لحد ما هز كل حاجة حواليه وقدر انه ينقل نص المبنى للبحر. فبدأ يغرق مع ميلي، وقبل ما يفقدوا الوعي اتنقل معاها لداخل مكتبة المدرسة اللي كان بيروحها زمان. فميلي حس بالخوف على ديفيد لانه استخدم جزء كبير من قوته وفضلت تنادي عليه لحد ما فاق بالنهاية. اما رولاند الندل كان لسه عايش، فديفيد نقله مكان مهجور وسط الصحراء داخل كهف صغير على جبل عالي جدا عشان ينتقم منه بسبب افعاله. وبعد سنة ديفيد قدر يوصل لوالدته اخيرا، واول ما سألها هي سابته زمان ليه، والدته كشفت انها واحدة من ضباط العمليات الخاصة اتباع رولاند. ولما عرفت ان ديفيد عنده قدرة الانتقال الخارقة من صغره مشي بعيد عنه عشان تحميه، والا رولاند كان ممكن يكشف سره ويقتله. فديفيد سامحها لانها سابته في طفولته وانطلق مع خطيبته ميلي عشان يفسحها بجميع انحاء العالم. وده كان ملخص الفيلم يا ابو الجدعان، لكن الملخصات الجاية كتير. اشترك عشان يوصلك كل جديد من قناة جدع الملخصات، واشوفك الفيديو القادم ان شاء الله.